السلام عليكم. هذا عمكم دريس ساخي دريس، جيت من مدينة فاس. كيف كتشوفوا انا كنمثل هذا القطاع اللي هو ديال النحاسيات والنقش على الركاب. وهو الركاب من الزي ديال كيف كتعرفوا ديال الفارس والفرس، لانه ما يمكنش سمعتي اولا يكون الفارس غادي يركب على الفرس وما يديرش الركاب. والركاب حتى هو جزء من هذا الحرف اللي هي مشاركه، اللي هي التماب والمكحله والسرج والجلابه والسلهام الى اخره. هذه الاشياء هذه شي كيكمل شي. وانا كيف قلت انا محظوظ لانني في الحقيقه انا مشارك مع الصناع التقليديين، لانه كيف تيقولوا سيدنا الوليمه شرط. وهذه انا كنحسبها هذا عرس من الاعراس المغربيه اللي كينتظرها كل مغربي، لانه دار السلام في الحقيقه هي كيشرفوا عليها ناس اللي هما مشكورين من هذا المنبر، لانهم في الحقيقه سال الله تعالى يبارك فيهم. ونتمناو لهم دائما التألق. وحنا كصناع تقليديين كيعناو بينا وتيقدرونا وكنشاركوا معاهم في هذا العرس. نتمناو الله تعالى حنا يعطينا طول العمر ونساهموا حتى حنا بهذا المنتوج ديالنا، لان كيف قلنا هذا التراث ديالنا. والتراث الانسان كل مغربي الا وعنده في القلب. ما يمكنش سمعتي اولا تشوف تدخل شي بيت من البيوت المغربيه وما تلقاش حرفي وحرفيه، ما يمكنش، لازم. ولهذا هاد الحرف اللي هي كتتعلق بالحصان وبالفارس باش ما نساوش. والفضل كيرجع لسيدي ربي اولا ولسيدنا الله تعالى يبارك فيه ويعطيه طول العمر. وحقيقه لانه اعطانا واحد الدفعه لا لينا ولا للفارس ولا لهذا التمريضه اللي كل مغربي الا وكيتمنى له الشفاء العاجل بجاه لا اله الا الله. وهذا الشهر المبارك الله تعالى يبارك لنا فيه. وكذلك ما نساو شيء حقا الناس المنظمين اللي كتشوف الحمد لله الناس اللي الزوار كتشوفهم في العيون ديالهم فرحانين. كذلك حتى الوزاره اللي هي كتشرف على الصناع التقليديين ودار الصانع، لان في الحقيقه هي ما نساوهاش، لان في الحقيقه هي كتعزل من احسن الصناع التقليديين اللي كترسلوا من هذه الاماكن اللي هي اماكن في الحقيقه كيتمنى كل صانع تقليدي الا ويشارك فيها. نتمنى الله تعالى يعطينا طول العمر، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديال الجميع. كيف قلنا سيدي نتكلموا على المراحل اللي كيدوز منها الركاب، لانه الركاب في الحقيقه عنده واحد المزايا كيف الحرفيين الاخرى، بحال السرج بحال المكحله بحال ان عنده مراحل. كيف كتشوف قبالتك مثلا هاد الركاب اول ما كنبداو به كنبداو القياس، كنديروا القياس هو الاول. الحجم ديال القياس كيكون عندنا بدقه باش كيكون حقا لما تياخذوه الفارس كيركب على العود ديالو هو مرتاح. المرحله الاولى هي كيف كتشوفها هي مثلا القياس. من بعد القياس كنقشوه كندير له كيف كتشوف انت كتشوف مثلا هذا النقش اللي هو عليه. ثانيا لما كنقشوه كنفصلوه، لان هذا دابا هذا من الطوله، لانه عندنا الركاب ديال اللي كنصوبوه من الطوله وعندنا الركاب اللي تنصوبوه من الفريغ. ثانيا كنفصلوه وكنبداو نلاقيوه يا سيدي طرف بطرف. كيف كتشوف مثلا هذا الحنك هذا بوحدو، هذا اللي كينزل عليه الركاب كينزل عليه الرجل ديالو الفارس بوحدو، هذا اللي كيقود فيه الخيط كنقولوا حنا المنخار، هو هذا اللي كنقودوا به. ومن بعد يا سيدي كنسوديوه كندوزو للمرحله الاخيره الا بغيتي تقول هي الفينيسيو. كنبردوه كنضربوه يا سيدي سمعتي بالبرد حتى كيولي بيان فيني باش ما كيكونش مضر لا للفرس ولا للفارس. ثاني كنديروا له البريو، وهذه المرحله الاخيره. على كل حال نتمنى الله تعالى كيف قلنا نكونوا عند حسن الظن. كلمه اخيره لهذا الجمع المبارك، الله تعالى اللي كيساهم لا من قريب ولا من بعيد الله تعالى يبارك فيه.
وكيف كتشوف حنا الحمد لله ملي كنشوفوا الزوار ناشطين وفرحانين، والمنظمين تا هما كيفرحوا كيشوفوا لانه كيشوفوا يا زي سمعتي الجمهور الحمد لله فرحان. الناس كتشوف داك الفولكلور اللي جاو به تبارك الله وصل على هذه المناطق اللي هنا في الحقيقه انا براسي احسن لي العجب. ولهذا انا كنتمنى الله تعالى النجاح لكل واحد كيقوم بشي مهام، لا من الحرفيين ولا من المنظمين ولا من البرديه ولا من الجميع. توفيق للجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله.